السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسيبوا كومنت عشان نعرف من خلاله آراء حضراتكم، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معانا في فيديو النهاردة تعليق مثير للجدل عن اللاعب هندرسون لاعب الاتفاق السعودي ولاعب أياكس الحالي. في إحدى الصحف الهولندية قال اللاعب جورادن هندرسون لاعب أياكس الهولندي الحالي والاتفاق السعودي السابق ندموا على خوض تجربته الاحترافية في الدوري السعودي، وانتقل اللاعب الإنجليزي لأياكس في صفقة انتقال حر بسوق الانتقالات الشتوية الماضية بعد فسخ تعاقده مع الاتفاق. وقال كل شخص لديه رأي لكن الناس لا تعرف القصة كاملة، أنا فقط من أعلم ذلك. طيلة 5 أشهر في السعودية تعلمت الكثير بشأني، ما هي طموحاتي، لماذا ألعب كرة القدم فعليا. كرة القدم تجري في دمي، الدوري السعودي يتطور وسيصبح أكبر لكن لا يناسبني في ذلك الوقت، وارتكبت خطأ بالذهاب هناك. أنا سعيد هنا في أياكس وأعيش من أجل الليالي الأوروبية مثل اللعب ضد أستون فيلا. الخبر الأخير معنا في فيديو النهاردة، ليفربول على أعتاب لاعب مصري جديد. كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود رغبة من جانب نادي ليفربول لضم لاعب فريق فرانكفورت في الصيف المقبل، وأكدت عن دخول أكثر من نادي لمحاولة ضم الجناح الدولي المصري عمر مرموش في الصيف المقبل. وقالت أن من بين الأندية التي ترغب في ضم الجناح المصري نادي ليفربول الإنجليزي، وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام اللاعبين والمدربين فإن قيمة مرموش التسويقية تقدر ب15 مليون يورو، ولا يعد ليفربول النادي الإنجليزي الوحيد الذي يطلب التعاقد مع مرموش، حيث سبق أن ارتبط اسم اللاعب بأرسنال وتوتنهام الإنجليزي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل شير وتسيب كومنت عشان رأيك يهمنا، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.